ازيكم؟ النهاردة هنعمل السمك المقلي بطبقة مقرمشة خطيرة، وهنعمل الرز الصيادية بطريقة سهلة وبسيطة. للبنوتات اللي لسه بيتعلموا الطبخ ياريت تتابعوني تعملوا لي سبسكرايب عشان اقدر اقدم لكم وصفات اكتر. انا شيماء، يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. للتتبيلة بتاعت السمك عندنا توم وشبت، وممكن كمان تضيفي كزبرة خضراء وفلفل، ممكن حراق وممكن بارد، وهنحط عليه الملح وعصرة ليمون وخل وزيت ونضربه في الكبة. بعد ما نضربه في الكبة هنضيف له التوابل، بس انا ما بحبش احط التوابل في الكبة عشان بتبوظ الكبة وبتغير لونها، فبحط التوابل على الخليط من بره. التوابل عندي توابل سمك وكمون وفلفل اسود وكزبرة ناشفة وكاري، بحطهم على خلطة التوم وبقلب. طبعا خلطة التوم حطينا عليها الليمون والخل والزيت. بس كده هنتبل بقى السمك بتاعنا بعد ما عملنا فيه فتحات علشان يستوي كويس، وكمان التتبيلة تبقى داخلة فيه من كل النواحي. هنتبله من جوه ومن بره، وعند الخياشيم برضو نتبله. هنتبل الكمية بتاعتنا كلها ونعمل الرز بسيط جدا. بصلاية هنحمرها كويس قوي وننزل عليها بالتوابل. التوابل هنا فلفل اسود وكمون وكاري وكركم. هنقلب التوابل مع البصلة تقليبة، وننزل بالمية المغلية والملح. بعد كده هننزل بالرز ونعاير المية بتاعتنا تبقى مظبوطة مع الرز، يبقى مغطياه بمقام يعني ايه نص المعلقة كده، يبقى عالي عن الرز. للطبقة بقى الخارجية بتاعة السمك، هنا دقيق وحطيت عليه معلقة من توابل السمك ومية، وخلطتهم مع بعض بحيث يبقوا بسمك عجينة الكريب، يعني مش سميكة قوي ومش خفيفة قوي. بعد ما بحط السمك في الدقيق الاول، وبعدين انزله في الخلطة بتاعتي دي، وبعدين احمره على طول. لو حابة ان انتي تعملي طبقة مقرمشة اكتر تقدري ترجعي السمك في الدقيق تاني، وبعد ما بتحطيه في الدقيق تحطيه بقى على طول في الزيت وتحمريه، وكده بيطلع معاكي طبقة مقرمشة جدا وخطيرة زي المحلات بالظبط. لو جربتي الطريقة دي مش هتشتري جاهز من بره تاني. بعد ما خلصنا وصلنا لاخر الفيديو، ياريت تعملوا لي سبسكرايب وتدعموني في القناة بتاعتي عشان اقدر استمر واقدم لكم وصفات تاني. شكرا لمتابعتكم، يا رب اكون فدتكم بحاجة جديدة.